السلام عليكم البنات، كي درتيو؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ وليداتكم كنتمنى لكم يا ربي تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا شحال هذه ما حطيت حتى فيديو معكم. غبرت تقريبا هذه 3 سيمانات، الحمد لله اللهم لك الحمد. على اللي كما كنقولوا اللي عطا سيدي ربي اللهم لك الحمد. انا ديما كيعجبني هكا نصور، وخصوصا هكا دابا العطله زعما كنت دايره غادي نخرج هكا نشارك معكم فلوغات ديال النهار كامل في الدار وبرا. ايوا ساعه الحمد لله اللهم لك الحمد. رجعت دابا قلت نتوانس مع البنات ونحط هكا فيديو ونهضر، لان البنات ملي كيكون شي حاجه هكايا، شي حاجه يبتلينا بها الله اللهم لك الحمد. احنا ما نقولوش اي حاجه جات من عند الله كنقولوا عليها اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، لانه واخا غادي نتخلعوا غادي نمرضوا وغادي هذا، ولكن ديما كنرجعوا ونقولوا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي يقول الواحد من يبتلاه ربي بشي مرض، سواء هو ولا شي حد من عائلته ولا شي حد عزيز عليه، ولا كيدعي معاه وكيقول اللهم لك الحمد. هذا هو اللي كاين البنات. المهم ان شاء الله انا غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي، وفي نفس الوقت انا كنهضر معكم وكنجمع شويه، لان البنات والله هاد الايام هذه اللي دازت اللهم لك الحمد انا ما كنبغيش كاع في الفيديوهات ديالي نعطي الطاقه السلبيه ولا نشكي بشي حاجه ولا والله ما كنبغي البنات، لان مادام الواحد دخل يشوف هكا واحد الفيديو ولا دخلتي باش يا اما تستافدي شي حاجه، يا اما تضحكي، يا اما كنقولوا شي حاجه اللي تفوجي تشوفي شي حاجه اللي تريحك، ماشي تسمعي شي حاجه اللي تخلي لك النهار ديالك ماشي هو هذاك. هذا هو راه طبعنا كاملين من كندخلوا نشوفوا هكا شي فيديو ولا كتبغي شي حاجه اللي تشجعك، شي حاجه اللي تستافدي منها، شي حاجه اللي تضحكك، يعني ولو شي حاجه بسيطه تشوفيها في ديك الفيديو، ولا كتشوفي داك الشخص عزيز عليك بديك الهضره ديالو اللي كتكون ديما متفائله بديك. ولكن الحمد لله راه ماشي ديما الواحد كيكون زعما هكا يضحك، ماشي راه البشر كما كنقولوا كامل في الدنيا عنده يعني الخايب وعنده المزيان وعنده بزاف ديال الحاجات. هذا حتى واحد ما تسيقو، خصوصا هادشي ديال المواقع البنات، انستغرام وهادشي ديال يوتيوب وانا حتى حد راه اي واحد عنده شي حاجه ديالو، ولو تشوفي ديك السيده كتبارطاجي احسن حاجه والضحك والنشاط، ضروري كتكون عندها شي حاجه هكايا، سواء مرض لا قدر الله عندها شي حاجه في العائله ديالها ولا في الدار ديالها، ولا شي حاجه سواء كان مرض او لدباز او لا، يعني كيكون ضروري كتكون هكايا شي حاجه. المهم البنات انا صورت معكم هذا الفيديو، ولكن اللي غادي زعما نتوما كتفرجوا، ولكن انا كنهضر في موضوع واحد اخر وكنقول حوايج واحد اخر. المهم كما شفتوا البنات هنا غنشارك معكم غير هاد الخلطه هذه ديال الماعن ديال الالومنيوم وحتى ديال الاينوكس البنات. درت الصابون البلدي اللي كيكون هكا شويش خفيف، ودرت معاه الخميره ديال الخبز، كانت المعجونه اولا هذه غير هي كتخليوها حتى كتطلق مزيان مع ديك الصابون البلدي، وكدهنوا البنات الماعنات اللي عندكم سواء الالومنيوم. هذا البرودوي اللي كنوريكم حتى هو زوين البنات، غير هو ما كيعطيش البريو، يعني ما كيخليش البريو بحال اللي كدير هذا الصابون البلدي مع الخميره كدير البريو بحال دابا الماعنات كيبقاو لك كيبريو، هذيك كيحيد الوسخ عرفتي مزيان، ولكن كيخلي الماعن مضببين، خصوصا هكا اينوكس هذا البقراج. دابا غادي ندهن البنات ديك الصابون البلدي هكا على الماعنات كاملين. هانتوما كاسروناد عندي واحد 2 الكوكوطات حتى هما، البرمه حتى هي راني كنت دوزتها بديك البرودوي اللي وريتكم، حتى من بعد وليت عاودتها بالحلفه صافي. المهم هاد النهار قررت نحكي هاد الماعنات هادو، لان راه كانوا حالتهم البنات شوفوا كيفاش دايرين حالتهم ملي كنت حكيتهم في العيد الكبير. وهادو راكم كتعرفوا الحاجه اللي كتكون كتناول ديما راه ضروري كتكرفس هكايا. غادي ندهنهم وغادي نخليهم البنات حتى كيبس عليهم هذاك الصابون البلدي والخميره كتيبس، يعني كان واحد ساعه ولا اكثر. وكنجيبوا البنات الحلفه جيكس عرفتي كدوزو غير بواحد تدويزه خفيفه. راه ما نقول لكمش هاد الكاسورات راني كنت درتهم قبل، راني هادشي كنت صوبته قبل ما صورتوش معاكم، مشيت خديت حاجات واحده اخرين راكم عارفين البنات، عاد رجعت لهادو. المهم راه هما البنات شي ساعه وزيدوا هما يابسين
هاد الكاسرونات قلت لكم والكوكوط ديال كنت دهنتهم وحطيتهم هكا فواحد لاكور عندي صغيور، حطيتهم تمايا كينشفوا. هانتوما غادي نبدا نحك غير حكه هكا بشويه البنات وكيرجعوا يعني ما كتديريش شي مجهود. انا باقا عاقله شحال هادي الله يرحمها الوالده ديالي كنت كتعطيني مثلا الكوكوط نحكها، ايوا جاب ديك الكوكوط خصها تحك يعني حتى ترجعي تشوفي فيها راسك، ماشي نقيه لا، ترجع كتشعل تحكي وتعاودي. المهم اش غادي نقول لكم، كتبقاي تحكي الحكه الاولى والثانيه كترجع مرايه، كترجعي كتشوفيها كفيها وجهك، ماشي غير نقيه لا، شي حاجه كتار من نقيه وكتديري واحد المجهود. الله البنات هاد الخلطه هادي لا قلت لكم هانتوما عدا بالريوس الصبعاني وراهما مكرفسين. هاد المعلم غير ما صورتش معاكم هكا من الاول كيفاش كانوا مكرفسين مزيان، خصوصا هاد الكاسرونات هادوك الكوكوطات بجوج مكرفسين يعني بالمزيان. كتعرفوا الحاجه اللي كتناوليها يوميا وكتميكي عليها شويش هكايا راه كترجع حالتها. ضروري اي حاجه في الدار عندنا ملي كتكون يدك بيديها راها كتبقى ديما نقيه، سواء كانت بوطه. انا بوطي واحد الخطره واحد السيده كانت هكا فواحد التعليق قالت لي وهاد البوطه الحبيبه، قلت لها هادي راه دوز معايا سنين، وما واحده اخرى راه كضرب لها غير عامين كترجع حالتها. انا هادي راه سنين انا هادي راه تبارك الله راه قد ولدي الكبير، يعني راه دوزت معايا مده طويله وباقا الحمد لله مزيانه وباقا خدامه بها وباقا كتشعل. هانتوما كتشوفوا ان شاء الله يا ربي من بعد ديك الساعات من غادي نستقر في واحد الدويره، ديك الساعات من طبيعه الحال غادي نبدل البوطه، غادي نبدل يعني بزاف الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يعطينا غير الصحه يا ربي، غير الصحه 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 الصحه. واي حاجه في الدنيا كتقضى، اي حاجه درتي فيها بالك وكنتي ان شاء الله ناويه غادي تصوبيها راه غادي تصوبيها، ولكن اهم حاجه هي تكون الصحه. يطلب الواحد الصحه ويطلب يا ربي يخلي لي صحيحتي ويخلي صحيحه الناس اللي قرابين عليا ويخلي وما الطبق الاخر كله البنات كيتقضى كله. كتلقى بزاف د الوحدين كيخططوا غنديروا نفعلوا نتركوا هادي يعني، ولكن ما بزاف ديال الحاجات عاوتاني من بعد ما هذا هو اللي كاين البنات. المهم انا قلت لكم على هذا الخلطه هذه راه غزاله البنات، كتخلي المعدات كيشعلوا. غادي نحكهم كاملين البنات حتى غادي نكملهم كاملين، عاد غادي نرجع نشملهم ديك الصابون هكاك اللي فيهم وديك اعزكم الله الوسخ اللي خرج منهم، وعاد ندوزهم عاوتاني تدويزه مزيانه هكا بشويه ديال التيد وشي نقيطات هكا جافيل اولا غير هذا اللي كان السائل اللي كنغسل به المعانات اوني، كنغسلها باوني مثلا كيعجبني ما كيضرش في اليدين. واخا انا يدي راه نتوما شوفوا يدي مضروري كنت البنات حكيت نتوما راني دايره ليكا وحده لان وحده راه تقبات ليا اليد الاخرى وليت حيدتها ورديتها لهادي، لان البنات انا الا مشيت حكيت بالحلفه بلا ما كانوا مرضوا ليا يديا غادي يمرضوا كيتجرحوا ليا كتضرني الحلفه بزاف في يديا. صافي غادي نكمل هكا المعانات كاملين قلت لكم من بعد غادي ندوز عليهم هذا ونخليهم كيقطروا. هذا هو اللي كاين البنات. قلت لكم البنات بالنسبه لواحد يتهلا في صحته اللي تهلا في صحته اختي، لان الامراض كثروا بس انا شفت غير هاد الايام هاد 2 سيمانات كامله كنمشي للطبيب اللهم لك الحمد، ماشي انا ولكن الله يعني حد اللي عزيز عليا وحد اللي بحال كما كنقولوا بحال اللي مرضت انا، يعني ملي كيمرض لك الشخص اللي قريب عليك بزاف راه بحال اللي مرضتي نتيا، يعني كتكوني مريضه نفسيا والله البنات قسما بالله حتى جسديا قسما بالله لواحد السيمانه لا كنوقف اللهم لك الحمد وكنولي نعاود نطيح اللهم لك الحمد. ولكن الحمد لله الواحد كيشجع راسو بشويه الايمان، خصوصا ملي كيكون شي مرض المرض اللي كيخلع كما كنقولوا اللي كيكون صعيب هكايا ودالك شي ناس اللي عزازين عليك دالك شي ناس عزازين كتخافي بزاف وكتمرضي تنتي بزاف، ولكن اللهم لك الحمد بالايمان ان شاء الله وب مشات لي الهضره البنات. بالايمان اهم حاجه هو الايمان، والواحد يشجع راسو ويكون قوي ان شاء الله يا ربي كل شيء كيدوز كل شيء ان شاء الله غادي يدوز. وربي الحبيب مين حاشا ولله تدعي وتسجدي وتطلبي هذا ويردك خائبه حاشا ولله. ربي الحبيب عنده كل خير، حتى ديك المرض اللي كيبتلي به الشخص اللي عزيز عليك او اللي يبتليك به انت او لا
راه الله سبحانه وتعالى كيبتلي غير ديك الانسان اللي راه في بالو، ديك العبد ديالي راه هو هذاك. اللهم لك الحمد البنات، اللهم لك الحمد. ربي كيتفكرنا سواء حنا ولا الناس اللي عزازين علينا. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد. الحمد لله ونشكروه ونطلبوه ونرغبوه يهز كما كيعطي، كما كنقولوا هو ربي كيشفي، هو كيعطي المرض، هو كيشفي. الاطباء ولا كاين الحمد لله، ولكن الله سبحانه وتعالى من هو الشافي وهو العافي. هذا هو اللي كاين البنات. المهم انا هضرت معكم هكا بزاف، راني مازال كنحكى. نتوما شوفوا المعن، راه هاد البقراج مسكين ما نقول لكمش كيفاش رجع، واخا هو راه ديما كنحكو، يعني ديما في يدي كما كنقولوا بيديه. ها نتوما شوفوا كيفاش رجع، ولكن غادي يرجع ان شاء الله كيشعل هو. بعد ما ساليت هكا الحكان ديال المهنات البنات، شوف تبارك الله رجعوا كيشعلوا. والله واخا راني قلت لكم ما درتش شي مجهود فيهم، شللتهم مزيان بديك الصابون البلدي هكاك، بديك الحكان ديال الحلفه، وغادي ندوز لهم هكا هاد السائل ديال الاواني باش كيبقاو كيبريو. اليديدات ديالهم مزيان لان كيبقى فيهم ديك الصابون هكاك مضبب. والكوكوتات البنات كان خصني نزيد نحكهم هكايا غير من الجنيبات، نكرطهم بالموس. ايوا الصراحه صافي البنات، تبارك الله راهم قدامين البنات. هاد الكوكوطات انا عندي راه لقيت عند راجلي وحده تبارك الله راه شحال وهي عنده، والاخرى يلاه تزوجت. راه تبارك الله الحاجه كاع مين كتهلا وكدوز هاد المده كلها راه زعما الحمد لله راه مسكينه صبرات. وحتى اليدين اللي مقابلينها وراه بحال دابا انا البوطه ديالي راه تبارك الله شي وحدين مورايا شراوهم وتكرفصوا ضاعوا ولاو شراو واحد اخرين، وانا مازال بحال هذه. انا قلت لكم هذه الكوكو تبارك الله راه عرفتي اكثر من 17 عام. هذه الكبيره هما اللي كانت عند راجلي علم الله شحال كانت. ايوا الحمد لله، من الصبر الصحه والسلامه، من الصبر غير الصحه والسلامه. ونتهلاو يا لاله نحكوا ونعاودوا نحكوا الحيوط ونجمعوا الدنيا تكون غير صحتك. ما تهل الواحد ما يهلكش صحته، ماشي ملي كتكون الحمد لله الصحه كتقدي تنوضي تشقي. وملي كنقول لكم الصحه راه ماشي الصحه النفسيه والصحه الجسديه، ماشي غير الصحه الجسديه حتى النفسيه. الا كانت النفسيه ماشي هي هذيك البنات والله تكون الدنيا زعما الله يستر يا ربي. مساكن ديك الناس اللي كيكتئبوك، راه الواحد ما كيبقى يشوف حتى راسو، ما كيبقى وخا يكون يرجع كما كان. ماشي لا حركه الدار ولا الكوكوت ولا البوطه ولا راه راسو كيرجع. زعما الله يجعل ربي ينجي كل واحد يا ربي، تنجيه وتخلي له صحيحته وتخلي له نفسيته مزيانه، تخلي له يا ربي نفسيته مزيانه وتخلي له صحيحته. لان الصحه النفسيه والصحه الجسديه اللي كتخليك تقدي وتعاوطي وتصوبي. ولا كانت النفسيه ديالك ماشي هي هذيك، ولا كانت حتى الصحه، راه واخا تكوني تشوفي الحاجه قدامك هكايا راه ما عندكش الجهد، ما عندكش باش تنوضي تقديها ولا تصوبيها. ولا ماشي ملي كيكون الواحد مرتاح ونفسيته مرتاحه، الشغال ويوجد الشهيوات ويجي تكون النفسيه مزيانه والجسد الواحد مزيان، راه كيدير
صافي البنات، هنا من بعد ما حطيت هكاك المكونات كيقطروا غادي نكمل التسياق ديال الكوزينه. راني سيقتها لداخل البنات في قلب الدار. هنا غنكمل التسياق هكايا ديال الكوزينه. حكيت حتى البوطه. المهم الشغل يعني قديت هذا النهار الحمد لله، قديت الشغل مزيان، درت بالدار مزيان مزيان، نظفتها وارتاحيت. واخا تعطل شويه هكايا يعني الشغل ساليت حتى لشي وقت، ولكن ارتاحيت سيقت الدار، سيقت الكوزينه، حكيت ديك المكونات، حكيت البوطه حتى هي كانت عندي هكايا مسخه وصبنت. المهم درت تبارك الله بزاف ديال الحاجات. صافي البنات، هو هذا الطويجين ديالنا من بعد ما طبعا شاركته معكم في الاول. درت رافقته هكا بواحد شليضه عاديه والخبيز وشويش هكا ديال الديسير، اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. صافي من بعد البنات غير واحد شويش بس ماشي بزاف. نط كندير واحد كيكه ديال التفاح بالقرفه، كتجي زوينه البنات. هذه عندي التفاح، قلت نصوبها الوليدات وشحال هذه والله الا شحال ما درت لهم هذه شي كيكه. راني كنت فايته مشاركها معكم بزاف البنات المرات. عندي هنا 2 ديال البيضات اللي كيكونوا هكا كبارين شويه اولا 3، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي ندير السكر، كاس الضرب ديال السكر. المهم الواحد يدير على حسب القياس. وان شاء الله يا ربي انا السكر غادي نحاول نحيدو حتى الوليدين ما يبقاوش ياكلوا السكر بزاف، لان البنات هاد السكر والدقيق البيض والله ما عاد المضره لا للدراري ولا زعما للكبار ولا الصغار. غادي نحاول ما امكن هكا نبقى ندير للولاد الكيكات اللي عندنا ضروري هما كيبغيو الكيكات اليوميه. كتعرفوا الكيكات العاديين دابا المدرسه جايه وهذا ضروري كتكوني مولفه الدراري واحد الحمد لله انا الماكله ديالي يعني ديما كتكون ماكله عاديه كما كنقولوا، كما المغاربه كاملين، ماكله مريقه شويه القطينيه شويه، يعني ماشي انا الماكله ديالي ديما ديك الساندويتشات ولا ديما ديك الماكله زعما المزروبه المقلي. الماكله ديالي انا الاغلبيه بحال ماكله عادي، يعني كما كنقولوا خديناها من الوالدين ديالنا. مره هكا تمشي بيتزا. انا ما كنت كنشارك معكم اليوميات ديالي. راه ما كنديرش المقلي، انا داك المقلي بزاف والله ما كنديرو على البنات. راه والله الفريت اش غنقول لكم، راه مقلي هكا في الدار راه نقدو ما ناكلوش ما عرفتش شحال، ولكن نديرو في الفران. كنديرو بديك الطريقه في الفران كيجي زوين صحي وزوين. بحال دابا هكا دابا الصيف كديري ديك الشي مقلي، كنحاول ما امكن نديرو في الفران. ما كنبغيش ندير القلي هكا الزيت بزاف حتى الحوت. ولا مؤخرا كنديرو بواحد الطريقه والله ما عرفتوا واش شاركتو معكم ولا لا، كيجي لذيذ بحال اللي مقلي، حيت حنا كاملين كيعجبنا الحوت مقلي، لان كيجي مقلي لذيذ. ولكن واحد الطريقه البنات كنديروا في الفران راه كيجي قسما بالله الا راجلي مرار وتكرارا كنحطو كيجيب له الله راني كنت قزمه قليته في الزيت. كنقول له لا راه في الفران، كيقول لي لا ما الفران ما كيجيش بحال هكا. ايوا كنقولوا حتى شافني بعين وعاود قال لي والله الا دابا هذا في الفران زعما حسابو غير كان هو ما كيجيش مزيان، كيجي ميد خصوصا الا كان السردين ولا الحوت الابيض كيجي شي شويه ميدم، ولكن ما فيهش الزيت، ما قلياش بالزيت. انا نكمل لكم البنات على الكيكه ديال التفاح اللي درت فيها. قلت لكم 2 البيضات، كاس ضرب السكر، واحد القبيصه ديال الملحه، وخلطت مزيان البنات. ومن بعد درت معلقه ديال القرفه صغيره، كتجي فنه البنات الكيكه ديال التفاح هذه او الرطاخ ديال التفاح بالقرفه، كتجي النسيمه ديالها تتحمق. اللي كتعجبو النسمه ديال القرفه راه غادي تعجبو. صافي وخلطتها كاين مزيان. من بعد زدت نص كاس زيت وكاس ديال الحليب، وبقيت كنضيف البنات الدقيق على حسب الخليط. ما خصهاش تجي ما تجيش خفيفه بزاف وما تجيش ثقيله، لان غادي نستفوا عليها التفاح باش ما يطيحناش. اللي كانت خفيفه الكيكه بزاف التفاح غادي يطيح. غادي ندير الدقيق وغادي ندير 2 خمارات الحلويات من فئه 8 غرام او 7 غرام، من 2 معالق هكايا صغار. غادي نجيب هكا واحد المول اللي كيتحل من الجنب او لا مول عادي، المهم هي راه كتزول بسهوله. غندهن هكا بشويه ديال الزبده ونرش عليه شويه ديال الدقيق، وغادي نضيف هكايا الخليط ديال الكيكه. شوفوا عرفتي راه ملي كنت كطيب واحد النسمه ما نقول لكمش كيفاش دايره في الدار. انا راني كنكمل معكم المونتاج البنات، مشيت قضيت شي شغلات رجعت كنكمل معكم المونتاج. في الاول بديت معكم وكنت ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي على اللي عطى، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والله القسم لا اعتراض على كل حاجه كيعطيها لنا ربي الحبيب، والله اعتراض عليها. صافي هنا البنات غادي نستف هكايا التفاح بهذه الطريقه هذه. قطعته شويه رقيقه البنات ماشي بزاف باش ما يهبطش. لا كان غليت شويه غادي يهبط لنا هكايا. وراني كنت يمكن شاركت معكم واحد الكيكه اللي كيجيو فيها طريفه التفاح من الداخل، كتجي هذيك فنه البنات، كتجي رطبه هكا وفازقه من الداخل. ديك الكيكه ديال التفاح اللي كيجي في قلب منها التفاح ماشي محكوك، مقطع طريفات. وعاد واحده اخرى كنت شاركته معكم محكوك. صافي من بعد ما استفت هكاك
التفاح غادي نرش واحد شويه ديال الزبيب. المهم الزبيب ولا ديك الشوكولا حبيبات حتى هو كيجي زوين. المهم انا دابا عندي الزبيب، بغيت ندير الزبيب هكايا وغادي ندخلها للفران اللي كيكون سخون. راه كطيب البنات ما بين 30 حتى ل 40 دقيقه على عافيه مهيله. الا سخنتوا الفران راه غير 30 دقيقه، دخلتوها الفران بارد 40 دقيقه. ها نتوما شوفوا البنات كيفاش كطيب، وكتجي ديك النسيمه ديالها. نقسم معكم واحد الطريف، راه مازال سخونه حيت غادي نخرج. غنقسم معكم هكا واحد الطريف. شوفوا البنات كتجي غزاله. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ودعواتكم يا ربي بالشفاء لجميع المرضى، بالشفاء يا ربي. وشكرا للبنات اللي سقساو عليا، شكرا لكم بزاف. وان شاء الله فيديو واحد اخر نتلاقى. باي باي.